تعال نشوف بقى ازاي هنحط البايو سيستم بتاعنا. الركن التاني هو البايو سيستم او نظام الجسم بتاعنا، وده يشمل كذا حاجه، بيشمل الاكل، بيشمل النوم، بيشمل التمرين. الثلاث حاجات دول مع بعض هما اللي هيدولك جسم قوي: اكل، نوم، تمرين. فانت محتاج تبص على الثلاث حاجات دول وتظبط سيستم كويس ليهم. فمثلا لو انت الشغل بتاعك بيبدا الساعه 9، يبقى انت محتاج مثلا تصحى الساعه 8، لان انت محتاج كده المورنينج روتين بتاعك نص ساعه. النظام الصباحي نص ساعه، تصحى تشرب قهوه، تفطر، تنزل على مهلك، الطريق بقى نص ساعه. فانت محتاج نص ساعه الصبح ونص ساعه في الطريق. يبقى احنا كده هنصحى الساعه 8، يبقى احنا محتاجين ماكسيمم ننام الساعه 12، بحد اقصى ننام الساعه 12 عشان ناخد 8 ساعات نوم مثلا. فانت حطيت سيستم خلاص، انت بعد شويه هتلاقي ان اوتوماتيكلي لوحدك كده تلقائيا الساعه جت 11 ونص، تلاقي انك بدات تغفل وبدات تنام. ليه؟ جسمك اتعود وتسيستم وتبرمج ان الساعه 12 دي ميعاد النوم. وهتلاقي ان مع الوقت بقيت بتصحى لوحدك برضو الساعه 8 قبل حتى ما المنبه يرن، تلاقي عينك فتحت بتبص في الساعه لقيتها الساعه 8 الا دقيقتين، اللي هو خلاص المنبه شويه هيرن. فانت حط سيستم للنوم، حط سيستم للتمرين، بمعنى ان انت تظبط كده مثلا على الاقل 3 ل 5 مرات تمرين في الاسبوع. مش لازم كل يوم، ومش لازم ان انت يعني مره واحده في الاسبوع، 3 ل 5 مرات. ولنفترض مثلا انت تتمرن حد وثلاث وخميس، حد وثلاث وخميس كل يوم، وانت راجع من الشغل هتاخد ساعه تمرينه في الجيم. مع الوقت هتلاقي ان انت اتبرمجت ان حد ثلاث خميس انت وانت سايق العربيه لوحدها بتروح على الجيم، فانت اتعودت على الكلام ده. تالت حاجه هي نظام الاكل. لما تعود نفسك على اكل صحي هتلاقي ان دماغك لوحدها بتفكر في الاكل الصحي. لما تبتدي تمشي بالقواعد والاساسيات اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل في الكورس بتاعنا، في كورس التغذيه اللي هيفهمك كل حاجه عن التغذيه، من اول ايه هو مكونات الاكل، اللي ازاي نستعملها علشان نوصل لاهدافنا، وازاي نحط البرنامج والنظام الغذائي لنفسنا. بمعنى ان هتتعلم الصيد، مش هتاخد سمكه على الجاهز، انت اللي هتعرف ازاي تسيستم النظام الغذائي بتاعك. ما ده هو نظام غذائي. فكلمه نظام زي ما اتفقنا هي داخله في كل حاجه. نظامك الغذائي ازاي تظبطه، دي تالت ركن من اركان النقطه الثانيه اللي هي البايو ورك فلو. فيبقى احنا اتكلمنا عن ايه؟ قلنا ان احنا السيستم بتاعنا بيتكون من جزئين: الورك فلو سيستم والبايو سيستم. الورك فلو سيستم اللي هو نظام العمل، وده محتاجين فيه 3 حاجات. نبص على الصوره كامله، رتب اولوياتك بحيث ان انت تحط سيستم قابل للتكرار. ثالث حاجه اياك والحلول السريعه. بعد كده رحنا واتكلمنا عن نظام الجسم، وده كان فيه 3 حاجات: الاكل، النوم، التمرين. كل واحد فيهم حط سيستم بحيث ان انت تفضل محافظ على صحتك بشكل كويس.